دي الكرتونة بتاعت الترمس، الماركة بتاعته على فكرة دي ماركة سعودي. تمام، المنتج ده جاي من السعودية مباشر. كل بياناته قدامنا، وكمان حلو جدا في حاجة ان هو كمان اصلي لان معاه الباركود والسيريال نمبر. الساعة بتاعت الترمس ده لتر، الساعة بتاعته لتر. المنشأ بتاعته هنجيب كل بياناته. الميد بتاعته هنا ميد ان BRC، ده اختصار للجمهورية الصينية يعني صيني. دي بيانات الكرتونة. تمام، شكل الترمس بقى نشوف الجمال بتاعه. بسم الله ما شاء الله، الترمس معانا اهو، شايفه الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. اصلا الترمس تحفة فنية. احنا جايبين شحنة حلوة جدا وسعرها فرصة، فقلنا لازم اختبره عمليا قصادكم عشان نشوف قوة المية السخنة هتفضل سخنة مدتها قد ايه. هنا قدامنا الضمان بتاعه 3 سنوات. تمام، كارت الضمان، شايفين الشكل، شايفين الباركود عندنا قدامنا اهون على الايد بتاعته، حلو لأبعد الحدود. الترمس ده بنفتحه بنلاقي فيه الورقة دي كتيب بطريقة الاستعمال والتعليمات بتاعته. تمام، نفتحه كده من جوه نشوفه. بسم الله، نشوف قلبه من جوه ايه. طبعا التصوير ده خاص بمعرض كريم للأدوات المنزلية في دمياط، وموجود توصيل لحد باب المنزل. وهنشوف سعر العرض معانا، هنخلي الكل يقول عايزين منه. ده شكله من جوه اهو. تمام، ده من الداخل بيبقى زجاج، يعني هو من جوه زجاج، وحتى مطرحه ميه اهي، لان انا جربته قبل ما اعمل الفيديو، هجربه لكم قدامكم كمان عشان يبقى كل كلامنا بوضوح. ودي للامانه، والحمد لله كل شغلنا بفضل الله على الطبيعه. تمام، ده الترمس شكله اهو، داير ما يدور، حاجه رهيبه. ده هو تحفه فنيه من غير اي حاجه، تحفه فنيه من غير اي حاجه. هجيب بقى الميه السخنه افرغها جواه وهنشوف. احنا دلوقتي الساعه 12 صباحا، هنختبر مع بعض ترمس جايبينه بسعر حلو جدا. هنختبر مع بعض السخن جواه يقعد قد ايه. يعني احنا هنحط فيه ميه سخنه. تمام، هو طبعا الترمس سواء للسخن او للبارد عادي شغال، بس احنا هنختبر، هنغلي ميه ونحطها جواه، وهنختبر مع مرور الوقت هيفضل مده قد ايه الترمس ده جواه الحاجه سخنه. تابعوني. شوف بقى كده الميه واحنا بنصبها اهي، الميه بتدخن اهي قدامنا، وهنشوف هيقعد معانا وقت قد ايه، كام ساعه، عشان اهم حاجه عندنا في الترمس انه يقعد معانا وقت كافي. طبعا احنا مبنملهاش للاخر عشان ندي مساحه للغطا ده ان هو يدخل ويتقفل اهي. الاوز خالص، نضغط جامد، نقفل جامد قوي قوي عشان يكون محكم كده. انا ضغطت جامد خالص اهو، قفلت، مفيش نقطه ميه بتنزل منه. هنشوف بقى كده هيقعد معانا كام ساعه. خلينا كده مع بعض. انا لما مليت الميه طبعا وحطيتها فات وقت، فدلوقتي الساعه 12 بقينا داخلين في 12 و10 دقايق. هختبر معاكم التوقيت، هفصل الفيديو وهستنى 6 ساعات، وهفرغ كوبايه وهشوف الميه وصلت سخونيتها لايه، وهنشوف كل حاجه مع بعض على الطبيعه. كده بعد مرور تقريبا 6 ساعات هنبدأ نفرغ ونشوف. جبت كوباية اهي، هنفرغ فيها جزء ونشوف المية وهي نازلة هتبان من البخار بتاعها بعد 6 ساعات. اول حاجة هفك دي شوية كده، هنبدأ كده بعد طبعا ما فكنا دي تهوية بسيطة عشان افرغ. تمام، التفريغ من هنا اهي، مجرد فتحت القلاوص كده حاجة بسيطة. هنبدأ نفرغ في الكوباية ونشوف المية نازلة ازاي. طبعا انا حاطه ميه، انت لو عايزه تحطي شاي ده شيء ايه يرجع لك. لا الميه نازله بطيئه، نقوم نفتح دي شويه كمان من الغطا. انا لسه بجرب معاكم اهو، نعمل كده. لا الميه نزلت اهي، شايفين الميه نازله مدخنه ازاي. حاول كده احط ايدي
ونشوف المية سخنة ازاي. والمية نازلة نار، المية نازلة نار نار نار. يبقى المية نازلة نار بعد 6 ساعات، يعني ده قوته اكتر من 6 ساعات. هنسيب باقي اللي موجود، الباقي اللي موجود برضو كده هنقفلها تاني، وهختبر الترمس ده كمان 6 ساعات كمان، عشان يبقى ايه نشوف قوته بعد 12 ساعة هتفضل سخنة ولا لا. هنقفل ونستنى كمان 6 ساعات ونشوف. الساعة دلوقتي الاختبار اللي بعد كده اهو، نختبر برضو الترمس. احنا وقتي وصلنا للساعة 3:15. احنا كنا بادئين الاختبار من الساعة 12 الصبح. دلوقتي الساعة كام؟ 3 لا 3:15 قدامنا اهي، يعني من 12 الصبح وفات لحد 12 بالليل. الوقت الساعة 3:15 بالليل، يبقى كده كام؟ 15 ساعة. هنشوف درجة الغليان او الدرجة اللي محتفظة بيها الترمس في المية لسه سخنة ولا بردت. افتحي يا فاطمة كده، لفي ده كده، لفيها. لا بتتلف كده. لا يا حبيبتي مش من هنا، من هنا. ايوه بس فرغي لي هنا كده بقى يا فاطمة مية، بس اوعي ايدي عشان نشوف المية سخنة ولا لا. لفيها شوية كمان يا فاطمة، هواها شوية كمان عشان تنزل اسرع. ماشي. حطي ايدك كده في المية يا فاطمة وشوفي درجة السخونية قد ايه. سخنة جدا، بتغلي. بتغلي جدا. شايفين حتى. كملي يا فاطمة كده، افتحي الغطا اكتر تقوم تنزل اكتر. بس 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 عشان تكبي عليا. المية بتغلي نار، حتى هي الكوباية شبرت اهي. امسكي يا فاطمة معلش الايد كده احسن مش مستحملها. معلش سخنة جدا. المية بتغلي جواها. هي مش باينة ان هي بتغلي بس. حطي ايدك كده يا فاطمة فيها، حطي. احنا كده اختبرنا الترمس. كده يا فاطمة معلش الكوباية حطها كده عند الحوض ولا حاجة كده. انا اختبرت الترمس معاكم لحد دلوقتي 15 ساعة. 15 ساعة ودرجة المية فيه بتغلي، يعني بيحتفظ بدرجة الحرارة اكتر من 15 ساعة. طيب الترمس بالجمال كمان اللي احنا منزلينه ده، شايفين الجمال وشياكته؟ منزلينه بكام؟ توقعوا احنا منزلين الترمس ده بكام؟ يعني بأمانة يعني ترمس زي ده توقعوا بكام؟ اقسم بالله احنا مسعرينه بسعر ما هيتعوض وما هيجي تاني زيه بالسعر ده. وفرصة وكمان درجة احتفاظه بالحرارة جواه. بجد انا ما كنتش متوقعة انه درجة الحرارة بتاعته توصل 15 ساعة ما يبردش بأمانة. ومنزلينه ب275 جنيه. ده لو قطعة فنية هحطها كديكور جوه البيت تبقى ببلاش. والله العظيم تبقى ببلاش، ما بالك ان ده ترمس وهستعمله وبيحتفظ بالحرارة 15 ساعة. يحتفظ 15 ساعة، اكتر من 15، لان لحد دلوقتي احنا 15 ساعة ولسه الحاجة سخنة فيه. يعني انا كان ممكن اقولك 24 ساعة كمان، بس انا لحد دلوقتي 15 ساعة. فانا حبيت بس ان انا اوريكم فيديو بسيط لمنتج احنا منزلينه ب275 جنيه فقط لصاحب النصيب. موجود من ترمس ل1000 ترمس، من قطعة ل1000 قطعة هننزلها في العرض لصاحب النصيب. بقى هتلحقوها تمام. وما بنوزعش يا جماعة لمحلات، احنا جايبينها لحبايبنا اللي هيستفيدوا بيها. احنا كل ما بننزل بفضل الله عروض بنلاقي اصحاب المحلات جايبين العربيات والجايين. لا احنا عايزين حبايبنا ياخدوه ويستفيدوا بيه. تمام. ترمس في منتهى الشياكة. معانا كده الكتالوج بتاعه ومعانا كل بياناته. 275 جنيه. في انتظار طلباتكم على رقم الواتساب 010-1984-2696. يبقى رقم الواتساب بتبعتي رسالة او بتتفضلي تنورينا داخل معرضنا بمحافظة دمياط، باب الحرس خلف صيدلية الجمهورية بجوار قصر الفرج وقرات للأساس. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، شجعونا اننا ننزل لكم عروض جبارة
اما يبقى منتج زي ده جايبينه من السعودية مخصوص وكمان ب275 جنيه يبقى ببلاش، بجد ببلاش. مفيش دلوقتي ترمس بالسعر ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.